واحدة من أكتر الحاجات المرعبة اللي بقت بتحصل في العالم هي منظر النيران والانفجارات وحرائق الغابات. والأغرب من كده إن في حيوان لو اتحط في الموقف ده هيتصرف بطريقة غريبة جدا غير باقي الحيوانات اللي هتخاف وتبعد. أكيد باقي الحيوانات هتهرب وتبعد من الخوف، لكن الحيوان بتاعنا مش هيعمل كده، هياخد جنب وينام. حيوان الإكيدنا حيوان غريب بيبيض مش بيلد. حيوان كان بيعيش في غرب استراليا ويعود تاريخه إلى العصر الجليدي، ومكانش معروف بالنسبة للعالم كله. حيوان من أقدم الثدييات الموجودة على الأرض، بيعود ل17 مليون سنة. وبرغم شكله المخيف ده لكنه بيعتبر حيوان انعزالي وخجول، ولو في مواجهة مع أي حيوان تاني بيقرر إنه ينسحب. أما بالنسبة للأشواك اللي موجودة عليه فهي كلها عبارة عن شعر بس مش أكتر، بصيلات شعر قوية أطرافها حادة طولها 5 سنتي. ولو أي حيوان هجم عليها يا إما بتتكور في مكانها يا إما بتحفر حفرة وتنام فيها. حيوان ملوش أي علاقة بالسرعة، أقصى سرعة ليها 2 كيلو 300 متر في الساعة. حيوان الإيكيدنا كمان عندها ميزة مش موجودة تقريبا عند معظم الحيوانات، وهي إنها بتعرف مكان فريستها بمنتهى الدقة حتى لو على بعد عالي من غير حتى ما تشوفها أو تسمع صوتها، وده عن طريق منقارها، لأن موجود في منقارها مستقبلات كهربية بيخليها تحس بكل حاجة جاية عليها، وفي ثواني بتحفر حفرة وبتختفي. ودلوقتي استراليا من البلدان اللي بيحصل فيها حرائق غابات كتير، وكتير من الحيوانات بتموت في وسط الحرائق دي كلها. وفي وسط ده كله العلماء اكتشفوا حاجة غريبة جدا، وهي إن حيوان الإكندا مش زي باقي الحيوانات، في ثواني بتختفي وبتحفر حفرة وبتنام فيها لحد ما الحرائق تخلص وبتطلع منها بسلام. لاحظوا إنها مش بتحاول تهرب من الحرائق، بالعكس دي كانت بتنام وبتطلع من وسط الحرائق دي كلها بسلام. أكيد لو أي حيوان اتحط في موقف الحرائق دي بيخاف وبيهرب بعيد، لكن حيوان الإيكندا ما عندهاش الكلام ده كله. حيوان غريب ومميز ومش معروف بالنسبة لكتير من العلماء، صعب حتى إن احنا نميزه أو نفهم تفكيره. ولو في فكرة معينة حابين نتكلم فيها اكتبولي في الكومنتات.